السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا في كل مكان. خبر معانا حلو قوي 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 النهارده ومفاجأة لازم تنزل في وقتها. الحدث الأضخم والأهم واللي ناس كتير استنيته، بس المرة دي بجد. تمام. واللي هيعرف ايه قبل ما انا اقول ليه عندي هدية قيمة. تمام. بمناسبة افتتاحنا حديقة حيوان جديدة. قلت لكم انا النهارده الدمار والضرب النار. بفضل الله عملنا حديقة حيوان جديدة تبع قناة بيت الزواعف على اليوتيوب. بفضل الله. خبر كده حلو ويفرح اخواتي. احنا النهارده في جنينة الحيوانات بأمر الله الخاصة بينا وتابعة لقناة بيت الزواعف على اليوتيوب. بفضل الله افتتاح حديقة حيوان كبيرة ما شاء الله تبارك الله جديدة. تمام. ان شاء الله تبارك الله لا يزيدنا ويزيدكم من فضله ونعيمه. افرجكم على كل الحاجات اللي موجودة. خبر كان مستخبي بس لازم نعرفكم بيه. بمناسبة الافتتاح انا عايز الكومنتات تتفجر بالمباركات والف مليون مبروك، وعقبال ما نبارك لكم على كل حاجة حلوة، على كل انجاز في الحياة. اخواتي اللي كانوا معايا من رحلة الصعود لحد المرحلة اللي احنا وصلنا فيها، اكيد مش هتبخلوا عليا يعني بالف مبروك. ويلا فرحتنا النهارده كبيرة، واخدكم من جزء من الحديقة نتفرج على كل الحيوانات الموجودة. اكتبوا لي في الكومنتات حابين تشوفوا ايه في الجنينة. والحمد لله الحلم اصبح حقيقة. احلم وربك كبير. زي ما رحلتنا بدأت سوا ومع بعض، حابب اخواتي كمان يشاركوني في تجهيز الحديقة. الحديقة فيها حيوانات كتيرة جدا هتتفرجوا عليها، بس لو انتوا حابين حيوانات معينة اكتبوا لي في الكومنتات عشان لما تيجوا ان شاء الله تزوروني بأمر الله تكون موجودة. ولو عايزين حتى فيلة وديناصورات مش بعيد على ربنا. تمام. طول ما انت بتسيبها على الله وربك شايفك وانت بتتعب وبتعمل اللي عليك، ربنا مش هيضيع تعبك ابدا. ربك اسمه كريم. اخواتي بمناسبه افتتاح حديقه الحيوان الجديده اختار 10 كومنتات اوزع عليهم حيوانات هدايا ببلاش. وقبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتاكدوا من تفعيل زرات كل الاشعارات الخاصه بالقناه. ورايك وشير وكومنت جميل وبينا نبدا يا جميل على التقيل. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الطاووس وكنا قلنا الحلقه الجايه بامر الله مخصصه لفراخ الوادي. تمام. وطيور الفزان، وهنتكلم عن كل حيوان واحد واحد. تعالوا قبل ما نبدا حلقتنا، عشان اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت من السلسله، هنتكلم بسرعه جدا 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 عن الطاووس وتربيته، وبعدين حلقتنا النهارده للفزان ودجاج الوادي. بصوا هنا بقى المملكه الجديده. بصوا ما شاء الله تبارك الله عملنا ايه. الله اكبر ما شاء الله تبارك الله. طاووس النهارده يا اخواتنا ناخدكم زياره في بيت الطاووس بفضل الله تعالى. عملنا اكبر قفص للطاووس لانتاج الطواويس ما شاء الله تبارك الله بجميع الالوان والطفرات. وقبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتاكدوا من تفعيل زر كل الاشعارات الخاصه بالقناه. لايك وشير وكومنت جميل وبينا نبدا كتير. بسم الله. بصوا كده ما شاء الله تبارك الله. اخويا الرجوله ما شاء الله تبارك الله من خيرات الله. غنية بج مع ارانب، تشكيله كده من اللي قلبك يحبها. بص كده ما شاء الله تبارك الله. شايف الجمال. بص مستويات ويتسابوا عادي مع الطاووس. الدنيا جميله. بص كده طاووس هند اهو مع فراخ الزينه، حاجه ما شاء الله تبارك الله. الانتاج بتاع الطاووس جميل جدا وبيتساب برده مع فراخ زينه وكلام من ده. الدنيا جميله. نتايه بيبقى ملهاش ديل في الاخر. الدكر بيبقى ديله طويل زي ما حضراتكم شايفين هناك كده، بس بيجي عليهم موسم قلش ساعات فالدكر بيرمي الريش بتاعه. الاكل بتاعهم مفيش اسهل منه. بتدي علف علف بياض لو انت عايزه يشتغل وكلام من ده، وعلف تسمين لو انت عايز تسمن. مفيش اسهل منه. بنوكلهم بيض بنوكلهم شيش الذره بنوكلهم خس بنوكلهم مرتين في الصبح وفي العصر. وبص كده زي ما انت شايف اخويا في الابيض وفي العادي. تمام. برضو اللي محتاج مصبعات بفضل الله. في انتاج ان شاء الله. هنا الموضوع متساب كده مع الطبيعه بتاعتهم. الارانب فاهم مع الطاووس مع الدنيا دي. الدنيا جميله. وزي ما انت شايف كده المساحه. بص المساحه عامله ازاي. بص المساحه كده عامله ازاي عشان خاطر ايه يبقى واخدين مساحتهم وبيطيروا. لان عندك الطاووس بيطير لحد 3 متر. واد ابيض موجود، طاووس عادي موجود. تمام. اللي عايز مصبعات بفضل الله مفيش اسهل من تربيته. ومع نفسه كده بيخش في الجحيره بتاعته وبيبيض وعادي، والبيض بيطلع وكلام من ده. عشان الناس برضو اللي كانت مكلماني عن انها عايزه طواويس فروخ صغيره ما شاء الله تبارك الله كله متاح اهو بفضل الله. والارانب معاهم. انت شفت ايه لما احنا سيبنا الارانب معاهم؟ نعم. عملوا اي مشاحنات مع بعض ولا الدنيا جميله وماشيه؟ الدنيا جميله 100 100.
مفيش اي ما حاجه. شاء الله. بصوا كده ما شاء الله تبارك الله. الابيض الطاووس ده كمان هو خايف مننا، كان فرش جناحه كده، كان تم منظره جميل. هو خايف بس من الكاميرا يا اخواتنا. طبعا هو بيفرد الريش بتاعه عشان خاطر ايه؟ كده بتبقى حاجه بسم الله ما شاء الله ملونه كده، يجذب نظر النتاية. اه بص كده ما شاء الله تبارك الله. ارانب الغنية الصغيرة اهي، ولدات صغيرة دي. بص كده ما شاء الله تبارك الله. وطبعا هنا مكان هيخش له شمس والميه موجودة باستمرار والاكل باستمرار. مفيش اسهل من تربيتهم حاجة ما شاء الله تبارك الله. لا حول ولا قوة الا بالله، الله اكبر. وربنا يزيدنا ويزيد حضراتكم من فضله ونعيمه. وهي اعداد كله متاح بفضل الله. وزي ما انتم كده شايفين الدنيا جميلة، وحيوان نزيه وبينقنق كده في الارض، والدنيا جميلة يعني. بصوا ده، بصوا الطفرة دي، بصوا كده ما شاء الله تبارك الله. بص هنا اغلبهم نتي، ما بيحبوش التصوير، بس لما حضراتكم تيجوا تشرفوا الدنيا هنا في المكان هينبسطوا بالتصوير معاكم قوي. يا ريت اللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش يفعل جرس الاشتراك ويتاكد من تفعيل زرار ترك كل الاشعارات الخاصه بالقناه، واللايك والشير والكومنت الجميل. ولازم نقفل نتاكد من الامان. سيبوا لاخويا واخد يا قلب اخوك. الله يبارك لك اخويا، تعبان معانا النهارده والدنيا جميله. ما تنسوش يا اخواتنا تفعلوا جرس الاشتراك وتاكدوا من تفعيل زرار ترك كل الاشعارات الخاصه بالقناه، ولايك وشير وكومنت جميل. هنا فراخ الوادي. دلوقتي هنخش على فراخ الوادي وحاجه ما شاء الله تبارك الله. ده القى عن قرب. بص كده شغلنا كده قفل التأمين. بس كده بسم الله الرحمن الرحيم. اكبر مزرعه فراخ وادي. عملنا اكبر مزرعه فراخ وادي. قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتاكدوا من تفعيل زر ترك كل الاشعارات الخاصه بالقناه، لايك وشير وكومنت جميل عشان يوصلك التقيل على طول بفضل الله. فراخ الوادي، فراخ وادي ومعاها طاووس برضو. الدنيا جميله، مفيش اسهل من تربيتها. بتتربى عادي زي اي فراخ. بصوا الاكل بتاعها اهو تمام، مع علب الميه بس كده. طبعا دي اللي بيتقال عليها كمان الفراخ الفرعوني او الفراخ الحبشي. وزي ما احنا برضه ذكرنا في الفيديو، دجاج الوادي ليها كذا اسم، وفي منها كذا لون، وفي منها كمان طفرات بيضة جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. حاجة ما شاء الله تبارك الله. تربيته جميلة وسعره رافع الايام دي. وزي ما انتم شايفين كده الاكل الحبوب على الارض، بياكل حبوب والكلام من ده. ومفيش اسهل من التربية بتاعته. بياكل الاعلاف والحبوب والحاجات اللي زي كده، وينتج زي الفراخ العاديه تمام. والذكر بتلاقي اللغد عنده تقيل، النتايه لا. الفراخ الوادي عايز اقول لك الفراخ الفرعونيه دي طبعا هي اصلها طبعا افريقيا، بس عايز اقول لك في الغالب لما كان بيربوها كان عشان في البدايه موضوع انها تحرس بيت الدواجن التانية عشان خاطر صوتها العالي. عايز اقول لك النوع ده من الطيور في الغالب بيعيش جماعات زي ما انت شايف كده، والذكر ممكن يكتفي بأنثى واحدة على مدار حياته اللي بيوصل لحد 15 سنة تمام. الأكل زي ما انتوا شايفين كده، الحبوب والأعلاف والحاجات اللي زي كده. ممكن ياكل الحشرات، مفيش أي مشكلة. اللي قبله أعشاب مش عارف ايه، الدنيا شغالة زي ما انت شايف كده، ما بيقولش للأكل لأ. عايز أقول لك كمان ممكن النتاية تجيب بال26 بيضة تمام في الموسم الواحد. في الربيع طبعا لان في الخريف ما بتبيضش. كمان البيض بيفقس في حدود 28 يوم بالكتير. وحاجه ما شاء الله تبارك الله زي ما حضرتك شايف، ما تستهونش بيه. اللي انت شايفه ده بيقدر كمان لو حاسب خطر ولا حاسب ذعر يجري مسافات صعبه جدا. هي مشكلته كلها في التربيه في صوته، وانه حيوان بيعيش جماعي يعني مش هينفع انك تربيه لوحده، حيوان اجتماعي. فتخيل بقى صوت الازعاج اللي انت هتمر بيه وهتشوفه. كمان عايز اقول لك بيعرف يطير. حتى الاطفال الصغيره ما تستهونش بيها، ممكن تقدر انها تطير في اول ايامها تمام. بعد ما تفقس من البيضه كده بحبه حلوين تمام، فما تستهونش بيه. غير كده كمان عايز اقول لك للي حابب يخش المشروع، هو بينتج وبينضج جنسيا بعد ما بيعدي 2 سنين من العمر تمام. بيوزن لحد كيلو 600 جرام، وحاجه ما شاء الله تبارك الله لحمه شبه لحمه الفراخ ميكس كده مع الديك الرومي. ان شاء الله تبارك الله. متساب معاهم شويه فراخ برضو انواع تانية، بس اللي انتوا هتشوفوه لاول مره النهارده
بص كده، بص كده الطائر ده طائر الفزان، وده حضراتكم بتشوفوه معانا لاول مره، ده بتشوفوه معانا لاول مره، كونوا متاكدين من ده، اول مره بتصور على اليوتيوب. يا ريت اخواتنا ما ينسوش يفعلوا جرس الاشتراك وتاكدوا من تفعيل زرار تلقي كل الاشعارات الخاصه بالقناه، ولايك وشير وكومنت جميل يا جميل. بصوا جماله طائر الفزان، بص كده الجمال، والمكان هنا الشمس بتيجي عليه والدنيا جميله. مشكله البتاع ده في الصوت بتاعه، بس انه على طول كده بيصيح وكلام من ده، بس بينتج وانت فاهم، وزي الفراخ برضو والكتاكيت بتطلع. وطبعا هنا المكان زي ما انت شايف كده عاملين بيعملوا عشاش مع نفسهم والدنيا جميله تمام، ومفيش اسهل من تربيته، ومشروع كويس جدا اللي حابب يخش مشروع زي كده، بس لو هتستحمل الصوت بتاعه. ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوه الا بالله. بصوا اجي كده يجوا كده يصحى علينا. تصدقوا نسينا حاجة يا شباب ما كانش ينفع ان احنا ننساها، نرجع نكمل كلامنا عن الفزان الذهبي او الفزن الذهبي. طبعا بياكل الشعير، عندك مثلا زي الذرة، الشعير دخن، ممكن ناكل برضو الخيار، برسيم، الدنيا جميلة. الفرق بين الذكر والنتاية بيكون ان الذكر ملون في الوان كتيرة جدا على عكس النتاية، طائر موسمي زي الطاووس زي فراخ الوادي تمام، يعني بينتج في الربيع، وبيطير مسافات بس قصيرة، وما شاء الله تبارك الله بيوصل لأحجام جميلة جدا لحد 90 سنتي، وحاجة ما شاء الله تبارك الله زي ما حضرتك شايف. بس لو انت هتربيه لازم مساحة اقل حاجة 3 متر في 3 متر، وبيحب الهدوء جدا، وتربيه في مكان يكون واسع وجميل كده، وتتحمل ان هو ساعات بيدي كام صيحة كده زي الطاووس انت فاهم، في ناس ما بتحبهاش. ولو انت ناوي تنتج لازم تجهز لك حضانة، عشان في ناس ما بتسلكش في موضوع التحضين، والبيت بياخد له من 28 ل 30 يوم وبيفس. ما تنسوش يا اخواتي الاشتراك وتفعيل زرار الجرس واللايك والشير والكومنت الجميل، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم عشان يوصل لكم محتوى اول باول. ادي باب اف تأمين، وادي باب تاني امان اكتر، يعني كل قفص محطوط عليه بابين.